يقول ابو رعد باصلح مطب في مطب لما مسك اليافعي ثابت عوض للحساب. ما بسمعه واتركه عما فعل وارتكب حاكمه وسكنه حضور ولا غياب. دامه على الفصل قد صرح علن وانتصب بلا خجل قالها بالصوت لي في الجواب. مدري مخرف وعقله من دماغه ذهب فقد حواسه وتمييز الخطا والصواب. ولا مجرد نكايه تحت ثوره غضب غاضب على حزب ابو نجمه وحزب السرار. والليل من بدري عصرت الشنب لابد ما قف وجه رياح صرصر وزاب. واصد باب المشاكل والفتن والشغب واحمي بلادي وشعبي من دعاة الخراب. انا من الشعب دي ضحى بدمه وهب ماني من اهل المصالح والرتب والجياب. عزيزي المستمع الكريم، هذا القصيدة كتبها كلماتها الشاعر الكبير قائد علي القطنة الحجاجي، وهي مرسلة إلى الشاعر القدير ثابت عوض اليهري. ثابت عوض قال حاسوبي بدقة حسب لكل شيء ما عدا شيء ما عمل له حساب. ماشي حسب انهم بايغرنين الكسب ويناطحين الوعول ام القرون الرجاب. الله يجازي شيا دنيا البدع والعجب. شفنا القرايب وشفنا بش عقاب العقاب. شفنا مساكين كانوا يشتهوا صاع حب واليوم ما حصلوا صراب يوم الصراب. اليوم صاروا رعية يملكون الجرب. قل كيف حازوا على هذا بعلم الغياب. كانوا مصابين بالأشمينيا والجرب واليوم أطباء تجارة همهم الاكتساب. وناس كانوا تبع للناس مثل القلب والليلة الحظ حالفهم وساروا ذياب. وناس كانوا يعيشوا في عشش من قصب واليوم معهم عماير ناطحات السحاب. وناس كنا على ظهره نشد القتب واليوم هالدار له هدره طويل النياب. وكم من الناس ساروا يعتلون الرتب وأمس كانت عليهم داويات الذباب. ساروا بيتناولوا الوجبة بواني ذهب دي أمس كانوا بيترموا على كل باب. والبعض لا سمع صوت الرصاصة هرب واليوم شاجع بيتحدى الرؤوس الصلاب. أستغفر الله كن يوم القيامة غرب. هذه علامات بتدلل على الاغتراب. عزيزي المستمع الكريم، هذا القصيدة كتبها كلماتها الشاعر القدير ثابت عوض اليهري، وهي جواب على الشاعر الكبير قائد علي القطنة الحجاجي.